جدعان، فكرة إن زيزو يروح النادي الأهلي ده كابوس بالنسبة ل95% للزملكاوية. مش هقولك 100%. ال5% دول زيزو مش فارق معاها أصلا بعد إمام عاشور وبعد بن شرقي وبعد رحلة طارق حامد ومصطفى محمد. فاللي هو يعني إيه، رحلة زيزو بالنسبة لهم عادي. إنما ال95% زيزو بالنسبة لهم، عارف أنت، ناقصين اللي هم مثلا إيه، يكتبوا له نص النادي. نص النادي كده كتب اسم زيزو. يعني الكلام المنتشر حاليا ان الزمالك قدم عرض لزيزو 80 مليون في الموسم، 30 مليون منحة تعاقد. بيقول لك 20,000 بدل سكن كل شهر. ده اللي اتقال واللي انا سمعته، 20,000 بدل سكن كل شهر. اعلانات زيزو ياخد منها 80%، نادي الزمالك 20%. الزمالك ملوش علاقه باي اعلان زيزو يعمله لاتحاد الكوره او اي اعلان يعمله عامه. اللي هو ايه يا جدعان، هتكتب لزيزو النادي امتى؟ يعني عايز افهم، اكتب له النادي والله العظيم ما بهزر، ولو كتبت له النادي ممكن يسيبكم يمشي برضه. فكره زيزو ان هو يروح النادي الاهلي، سيبك بقى من صدمه امام وصدمه بن شرقي، ده هتبقى النهايه الكبرى فعلا. الزمالك واثق مليون في الميه ان رغم العرض اللي هو قدمه لزيزو، زيزو مش هيجدد. فبدا بقى يشوف محمد شريف، بدا يشوف مصطفى فتحي. هيروح لرمضان صبحي، وانا واثق مليون في الميه في اللي انا بقوله لك دوت. ان الزمالك خلاص، انت اخدت زيزو، طب انا اروح اجيب رمضان. وساعتها ممكن رمضان يقول لك طب ما انا اروح هبقى انا النجم هناك. ده اللي انا متوقعه يعني. نشوف بقى هل فعلا زيزو وقع خلاص للاهلي وانهى جميع الاتفاقات وبس ينهي الموسم وهيجي على النادي الاهلي، ولا كل ده كلام في الفاضي.